هلو هلو، اهلا بكل حبايبي متابعيني. كيكة الفنجان يا جماعة، طعم تحفة وهشة جدا، والصوص بتاعها خطير. ورفقة بيكي في الحر ده مش هخليكي تسويها في الفرن، هنسويها على البوتاجاز من فوق. شايفين الجمال ده كله؟ يلا بينا اقولك انا عملت ايه. انا معايا هنا نص كوباية لبن، نص كوباية سكر، بضاية بدرجة حرارة الغرفة. يعني ايه ناس تقولك بضاية بدرجة حرارة الغرفة؟ يعني تكوني مطلعاها قبلها بساعتين. ربع كوباية زيت ونص كوباية دقيق، ده الشاتو اللي احنا هنعمله. تمام. هحط كله في الخلاط. ايه اللي في الخلاط؟ السكر واللبن والزيت، وهضربهم ضرب كويس جدا. انا حطيت اهو السكر واللبن والزيت وهضربهم. انا عامله الكميه دي على مقاس 5 فناجين بس. انت عايزه تزودي الكميه وتضاعفيها، ليكي حريه في دي، براحتك. خلاص انا كده ضربتهم. هحط بقى الكاكاو، وهحط معاه رشه الفانيليا ورشه الملح، وهضربهم ضرب كويس تاني. خلاص بقى القوام بتاعهم بقى تقيل، شايفينه الصوص بيلمع، تحفه. كعاده الشاتو هنشيل منه شويه من الصوص ده، وهنبتدي نعمل باقي المقادير. اهو دول بقى اللي هشيلهم احطهم على جنب، دول اللي هنحطهم على وش الكيك لما يستوي. خلاص كده هبدأ بقى احط بقية المكونات السائلة اللي هي البضاية و... ومعلقة خل. معلقة خل بتساعد على عملية الرفع، وبتشيل شوية برضو من الزفارة، مبقاش فيه زفارة بيض ولا حاجة. وهكمل ضرب. بعد كده بقى هنحط معلقة من البيكنج باودر ونص كوباية الدقيق. خلاص كده المكونات معانا خلصت. هضربهم بقى ضرب كويس لحد ما القوام بتاعنا يبقى مظبوط، مبقاش فيه كلكعة ولا اي حاجة. اهو شايفين. هبدأ بقى اصب في الفناجين اللي هسوي فيها. انا هسويها في الفنجان. خلاص ما تخافيش وما تقلقيش خالص. همسح كده الفناجين بالفرشة كده برشة زيت، اهو كله عشان بس الكيك ما يبقاش لازق فيها. وهنصب بقى 3/4 الفنجان، مش عايزة مليانة على الاخر عشان نعمل حساب ان الكيكة بتعلى. اهو شايفين، 3/4 الفنجان او الربع كمان، عشان تعلى براحتها وتبقى المساحة بتاعتها مظبوطة. اهو خلاص كده. هنيجي بقى هنا نرصهم في صينية، في حلة، بس يستحسن في حلة علشان لما تيجي تغطيها ما يبقاش الكيك لازق في قلب الغطا. خلاص ادي الحلة بتاعتنا اهي. هحط بقى كمية المية. لو انا هسوي في حلة ألمونيا هحط مع المية معلقة خل صغيرة، او عشان ما تسمرش الحل. اهو حطيت مية بتغلي من الكتل، يعني توصل لربع الفناجين، بس المية دي هي اللي هتسوي لي الكيك بتاعي. اهو حطيت ندعة الخل. وهرجع بقى الفنجان تاني، وانا بس شيلته عشان اعرف احط المية السخنة. خلاص كده. واجيب بقى فوطة اقفلها بالغطا زي ما انتوا شايفين كده، وهقفل الغطا كويس جدا عشان ما يسربش اي بخار. وهاخده على نار متوسطة على البوتاجاز، نار هادية خالص. اهو شايفين. بعد ربع ساعة بالظبط هنختبرها، هنلاقيها ما شاء الله استوت وحلوة جدا. اسيبها بقى تهدى خالص عشان اقدر اشيل الفناجين من الحل. اطفي بقى عليها. خلاص بعد ما طفيت عليها بقى سبتها تبرد خالص. هخرم كده الكيك باي ستيكس عشان اسقيه بشويه لبن مع معلقه سكر. لو مش عايزه المرحله دي براحتك، بس بتخلي الكيكه طريه جدا وحلوه. اهو يعني شايفين كل مج كده معلقتين صغيرين من اللبن. اهو سيبها بقى تتشرب. وبعد كده بقى احط عليها الصوص الخطير. هقلبه برضو تقليبه كده تاني قبل ما احطه. شايفين بقى جماله ولمعته، حاجه كده خطيره يا جماعه. ولا فرن بقى ولا اي حاجه ولا مايكرويف، عشان ما تقلقيش وتبقي خايفه ان الفناجين تطق. لا ما شاء الله زي الفل، وهترجع سالمه غانمه للنيش بتاعها تاني. اه شايفين. زوقها بقى اي حاجه عندي كده مكسرات، حطي شويه سوداني، حطي شويه جوز الهند، اللي عندك حطيه. ودي طريقتي في كيكه الفنجان. يا رب تكون عجبتك، ولايك وشير. باي باي.